منى بتشتغل مدرسة في مدرسة أجنبية. اتعرفت عليها طالبة من الطالبات، وقالت لها أنا معجبة بأخلاقك وشكلك، وأنا ليا أخ متجوزتي وعايزة يحصل النصيب بينكم، وهجيبه يشوفك وتشوفيه ورأيك إيه. البنت حست إن كلامها معقول والإنسان ده ممكن يبقى كويس على كلامها، وشافوا بعض وأعجبوا ببعض ودنبت الخطوبة. وكانت البنت سعيدة جدا إن هو كان مواصفاته اللي كانت هي تتمناه. قعدوا سنة مخطوبين. في فترة الخطوبة هو كان بيحاول يتقرب منها، وفي أي مكان يكونوا وحديهم، وهي كانت بتصده وتقول له لما نتجوز نبقى براحتنا. يوم الفرح البنت دخلت شقتها مبسوطة جدا، قمة السعادة إن هي دخلت بيتها وربنا كرمها بإنسان كويس. الولد بيوريها أول حاجة يعملها، راح مطلع الموبايل وراح موريها فيديو من الفيديوهات الإباحية. استغربت، بتوريني إيه؟ قال لها دي الحاجات اللي احنا ممكن ايه نشوفها مع بعض، وانا دي حياتي وعايزك تبقي مشاركاني في الحاجات دي. قالت له بس الحاجات دي حرام، وازاي تخليني اتفرج على الحاجات دي؟ قال لها ايه الكلام دوت، انت دلوقتي مراتي ومسؤوله مني، وانا اللي هتحاسب عن اي حاجه تعمليها دلوقتي. هي ما اقتنعتش وقالت له لا برضو الكلام ده ما ينفعش ويغضب ربنا. هو عمل نفسه ان هو مقتنع، والليله عدت بسلام. وتاني يوم بدأ يحاول يكرر الفكره بتاعته، ولكن البنت برضو مصممه، بتقول له ليا حاجه تغضب ربنا انا ما اعملهاش. وراحت مكلمه والدته وقالت لها ابنك عايز كذا، وانا ماليش في الكلام ده، وانا عايزاكي تكلميه يا ماما عشان خاطر يشيل الفكره دي من دماغه. عايزين نعيش حياتنا ونربي اولاد، مش عايزين نرتكب المعاصي. الام قالت لها ايوه انت الحاجات دي تخجلني ان اتكلم فيها، انا على العموم هكلم والده وهو يكلمه. الولد تاني يوم لقت عريسها جاي يقول لها وانت رحت اشتكيتيني من اهلي؟ على العموم انا قلت لهم ان انت اللي بتطلبي الحاجات دي وانا اللي برفض. البنت حست ان هو قد ايه حقير وقد ايه صغير، فكرت ان هي ترد له الاهانه ديت، وراحت مجهزه الفيديو بتاعها الموبايل. ولما جه يقرب منها ويطلب منها الحاجات دي كان بيسجل له، وراحت بعت له التسجيل ده لاهله عشان تعرفهم ان هو اللي حقير وهو اللي يطلب الحاجات الحقيره. الولد وصل له الفيديو، عرف ان اهله كلهم اتفرجوا على الكلام ده، شتمها واهانها ورمى عليها اليمين سادس يوم، وطلعها من باب الشقه وطردها شر طردة. البنت اتصلت باهلها اللي جم خدوها، بس اهلها لوموا عليها، قالوا لها انت ليه عملتي كده؟ ليه تصوري فيديو لجوزك وتوريه الحاجات ديت لاهله؟ ليه تحرجيه مع اهله ومع الناس؟ انت غلطانه في كل اللي انت عملتيه. هل انتوا رايكم ان هي غلطانه فعلا، ولا هي كانت ممكن تعمل حاجه تانية؟